السلام عليكم، مساء الخير، مساء العافية على الجميع يا رب. اليوم وصفتنا هي شاي كرك، شاي لذيذ ومميز بنفس الوقت. شوفوا لي هنا حبيت أصبه قدامكم، لونه كلش حلو. هو تقريبا يشبه الشاي وحليب احنا عندنا بالعراقي، بس نضيف له شوية نكهات مميزة راح تميزه. يلا ننتقل إلى طريقة التحضير هسه. عندي هنا جبت شاي أسود، ملعقة من الشاي الأسود. طبعا انتو اختيار، يعني تردون زيدون الكمية ماكو مشكلة. المهم يكون الشاي هنا عندكم لازم الصبغة مالته تكون قوية. عندي هنا قرنفل اختياري، طبعا الكمية كلها اختيارية، اللي تحبون جد تخلون. وعندي أعواد الدارسين همينة تنطيها نكهة كلش مميزة. راح أضيف له كوبين من المي وأتركه يغلي على النار. بعد ما صار يغلي على النار راح انصيه حتى ينزل المونة مثل ما نقول مال الدارسين والقرنفل والشاي، لونه ينزل بعد اكثر، يصير عندي اسود. بعد ما خليته 10 دقايق شوية بالصبغة مالته، راح اجي واضيف الحليب فوقه. هنا الحليب خليت 5 أكواب من الحليب مثل ما قلت لكم الكمية اللي انتو تردوها. وراح اترك الحليب همينة على نار ناصية الى ان يفور والمكونات كلها تتجانس والنكهة كلها تصير بالحليب. طبعا لازم هنا توقفون يمه، لان اذا يفور راح يبقى ينشب على الطباخ. مثل ما تعرفون الحليب لازم ما نتركه. وجيت هنا ضفت له ملعقة من الشكر، طبعا هاي اختيارية، اذا تحبوا بدون شكر هم ينشرب كلش طيب. بعدها راح اجي اصفيه. بعد ما صفيته راح اجي اخليه بترمز حتى يحافظ على الحرارة، او انتو اي شي تخلوه بقوري او شي، هاي اختيارية. خليته انا هنا حتى يحافظ على حرارته ويبقى الشاي حار شو وقت ما نريد نشربه. وهاي الشكل النهائي له، ان شاء الله يا رب تجربوه ويعجبكم. طبعا كلش مفيد لمرضى السكر، هم يفيدهم اذا لا تخلون وياه شكر، لان بيه دارسين وقرفل يحافظ على مستوى السكر اللي بالدم. ومفيد ايضا للاطفال، اذا تحبون يعني اطفال ما يشربون حليب تقدرون تخلطون لهم اياه بهذه الخلطة ويشربوه. كلش مفيد، انصحكم تجربوه. لا تنسون اللايك للفيديو حتى يوصل لعدد اكبر ويجربوه. ومع السلامة.